لا يوجد تسلل واريس وجيانجو. الفرصة اللي ضيعها في بداية المباراة ويسجل أول الأهداف. أبو تريكة في مواجهة فتاو داوودة والكل بيقول يا رب أبو تريكة جول. المصريين يتذوقوا الخسارة والهدف السادس. هل تعوض مصر هزيمتها الثقيلة بالستة أمام غانا؟ أم أن حمل الرئيس المعين عدلي منصور لكأس العالم يعفي مصر من عناء المحاولة؟ الوضع الملتهب في مصر يقلق لاعبي غانا، فقد عبر مايكل إسيان عن خشيته اللعب في مصر بسبب ما أسماه القتال المستمر. عايزين مصر تفوز، بس كواقع يعني لو هنتكلم عن واقع يعني مش ممكن ان احنا نتأهل كأس العالم، بس احنا عايزين نطلع بمية كرامة. خلاص الماتش منتهي، غانا في كأس العالم. المفروض ان احنا بكرة بس نرد الاعتبار على الأقل يعني بفوز ما يقلش عن 3-0. Egypt in the moment sadly is divided country and I told them we must be different, we must be united. ولعب الانقلاب دورا سلبيا في انقسام الشعب المصري باعتراف بوب برادلي المدير الفني للمنتخب، لكن البعض يعتقد أن رؤية السيسي في المقصورة كفيلة بإذابة هذا الفارق. فتح السيسي موجود مع وزير الرياضة مع المسؤولين دول، هتلاقي أظن هيبقى يعني اللاعب ده عايزه حدث قومي طبعا، عايزه احتفاليه يعني وحدث قومي، واللعيب هيطلع كل اللي عنده بس يشوفوا السيسي، بس الفريق السيسي. انا اصلا حاسس ان احنا هنعمل حاجه، ممكن ناخد 5 تجوان ونكسب يا رب. صعب انك تجيب 5-0 في فريق زي غانا، فاحنا املنا كبير في ربنا ان احنا يعني نعمل نتيجه، مش شرط سكور بس نعمل اداء. اتوقع ان شاء الله ان احنا هنكسب بمشيئه الله تعالى، على الاقل خالص رد الاعتبار. عموما التاريخ لا يقف في صالح المصريين في تصفيات المونديال، حيث تبادل الحظ العاثر وفارق الإمكانيات على إبعاد مصر عن المونديال لأكثر من عقدين. لم تستنشق مصر عبير المونديال إلا في مناسبتين، عامي 1934 ثم مونديال 1990 في إيطاليا. ولا يزال مجدي عبد الغني يحتفل بالذكرى السنوية للهدف المونديالي اليتيم الذي يتذكره المصريون. بروكا اهو ورايا اهو بيطير، لكن ايه على يمينه معرفش يجيبها.